أول صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبتدي حكاية النهاردة يا ريت تضغطوا لايك وتدعموني، لأن أنا ربنا بس اللي يعلم إن أنا قد إيه بتعب علشان أعمل لكم فيديو زي ده. ولو سمحتوا عاوزة دعمكم للقناة، وشكرا لكل اللي عمل لي لايك. أنا اسمي آية. أنا النهاردة هحكي لكم حكاية علا صاحبتي اللي عندها 22 سنة. كانت بتدرس في كلية الهندسة زي أي بنت، وكانت حلوة قوي والناس كلها بتحلف بجمالها. بس هي عندها مشكلة مع واحد اسمه حسين، كان بيطاردها في كل مكان وكان معجب بيها قوي. ونسيت ما أقول لكم إن هي كانت مصاحباه ماشية معاه يعني، وكانت هي كمان معجبة بحسين، وفضلوا يتقابلوا شهور كتير. بس هي في الآخر زهقت منه وسابته، لأن هي اكتشفت إن هو بيعرف بنات كتير غيرها. هو ما كانش عاوز يبعد عنها، وكان كل يوم بيطاردها، كان متعلق بيها قوي بيحبها. بس هي زهقت خلاص. المهم فضل يراقبها ويستناها قدام البيت لحد والدها ووالدتها عرفوا بالموضوع. حصلت مشاكل كتير بينهم وبين حسين، ما كانش همه حد خالص. هي قالت لباباها ان هو بيعاكسها في الروحة والجاية، وما قالتش اكتر من كده لباباها. المهم وباباها عمل بلاغ في اسم الشرطة ان حسين مش سايب بنتهم في حالها، وانه بيتحرش بيها، وعملوا له قضية تحرش. فضل الكلام ينتشر وسط الجيران، وكل الناس عرفت بموضوع حسين وعلا، لحد ما معتز ابن عمها عرف بالموضوع، وإنه فيه واحد بيطارد بنت عمه ويتحرش بيها، وإن عمه وقتها عمل له محضر في الاسم. معتز كان راجل قوي، ما عجبهوش الكلام اللي اتقال على بنت عمه، وراح على عمه قال له ازيك يا عمي، عامل ايه الكلام اللي انا سمعته على بنتك علا؟ مفيش يا معتز يا ابني، ده واحد كان بيعاكس بنت علا، وانا رحت عملت له محضر في الاسم. بقولك ايه يا عمي، انا ابن عمها وانا اولى بيها، انا سطر وغطى عليها يا عمي. انا عاوز اتجوز علا بنتك يا عمي، علشان نقطع كلام الناس ومحدش يتكلم عليها تاني خالص. وقتها قال له عمه والله طلعت راجل قوي يا معتز، خلاص انا هجوزك علا بنتي، انا مش هلاقي راجل احسن منك لبنتي، وانا اطمن عليها وهي معاك. يا معتز يا ابني انت من لحمها ودمها، وعلشان كمان اللي اسمه حسين ده يعرف انها هي خلاص اتجوزت ويبعد عنها. وفعلا باباها جاب المأذون وكتب كتابه على علا ومعتز. وقتها علا حبت ابن عمها معتز لأنه قرب منها وتعرفت عليه. المهم معتز كان بيشتغل نقاش، ما كانش بيبطل شغل. وفي يوم قال لعمه إنه هو عاوز يدهن له البيت بتاعه علشان يبقى البيت حلو يوم الفرح. وعمه قال له الله يبارك فيك يا ابني. فعلا معتز نزل السوق واشترى الدهان لبيت عمه، وفضل يروح على بيت عمه بحجة الألوان والدهان وكده، ويشوف علا بنت عمه. وفي يوم ما كانش في حد في البيت خالص غير علا بس، وفضل معتز يتكلم مع علا ويقول لها إن هو بيحبها. بعد كده علا قالت له أقول لك إيه يا معتز، أنا عاوزة أتكلم معاك في حاجة مهمة قوي. قال لها قولي يا علا، خير فيه ايه؟ عاوزة اقولك على حاجة قبل ما نتجوز. اتكلمي يا علا، انت قلقتيني، انا دلوقتي ابقى جوزك. يا معتز عاوزة اقولك ان انا ما كنتش اعرفك في الاول كويس، بس دلوقتي لما قربت منك وعرفتك اكتر حبيتك قوي. عاوزة اقولك على حاجة قبل ما نتجوز ونعيش تحت سقف واحد، لازم اصارحك بالحاجة دي اللي أنا مخبياها. راحة أنا يا معتز كنت في الأول بحب حسين، وكنت بقابله كل يوم، وكنت بروح معاه على شقته، وحصل ما بينا علاقة كاملة. وأنا يا معتز غلطت معاه وسلمت له نفسي. وفي يوم حسين صورني إنه ما كنتش واخدة بالي، وصورني وأنا من غير هدوم، وأنا خايفة يا معتز إنه في يوم يهددك بالصور دي، لأنك أنت جوزي. ودلوقتي أنا صارحتك بكل حاجة. دلوقتي يا معتز مرتاحة قوي لأني أنا صارحتك بكل حاجة من الأول.
والصور دي مع حسين ريحتك بكل حاجة، وأنا عاوزاك يا معتز تشوف لي حل مع حسين وفي الصور اللي معاه. وقتها معتز أول ما سمع الكلام ده مكانش مصدق اللي بيسمعه، وبصلها وكان متضايق قوي، وسابها ومشي وما تكلمش خالص وروح على البيت. وفضل يكلم نفسه والليل كله فضل يفكر بكلام علا، وقال لنفسه هو ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا كان لازم اتأكد الاول قبل ما اكتب كتابي على بنت عم علا. انا كنت فاكر ان ده واحد كان بيعاكسها ويتحرش بيها، بس انا ما كنتش اعرف ان بنت عم علا اللي تربيتها كويسة تعمل مع واحد زي ده كده وتسلم نفسها بسهولة. بس يا ربي أنا أعمل إيه؟ الراجل ده بكرة هيفضحها ويفضحني معاها لأني أنا جوزها، وأنا مش هوافق إن شخص زي حسين ده يعمل فيا كده. وفضل معتز يفكر الليل كله إيه الحل في المصيبة دي. أنا في الأول مش هسيب حسين ده، وأنا لازم أغسل عاري، دي بنت عمي ودلوقتي بقيت مراتي، أنا لازم أعمل خطة ما تخرش المية. وفضل الليل كله يفكر وما نمشي خالص لحد ما طلع الصبح. راح محل كبير قوي اشتراله سلاح وعشر طلقات، وجهز المسدس بتاعه وخباه جوه هدومه. راح على بيته ونام له ساعتين، والساعة 5 المغرب راح على بيت عمه عند علا. وأول ما شافها قال لها إيه رأيك يا علا أنا أخدك ونروح عند منى أختي نزورها، وأنا عاوز أتكلم معاكي شوية. قالت له حاضر. وفعلا استأذنت علا من والدها، وقالت لباباها إن هي رايحة عند منى أخت معتز تزورها هي ومعتز. وقتها وافق باباها. المهم ماشيين علا ومعتز في الشارع، وصلوا لحتة مقطوعة ما كانش فيها أي حد. وقتها قال لها معتز أنا يا علا عاوز أقولك على حاجة مهمة أوي. وقفت علا، وفجأة معتز طلع المسدس وضرب النار في راس علا موتها على طول، وقعت على الأرض. وجري معتز على اسم الشرطة سلم نفسه وقال لهم أنا خلاص غسلت عاري، أنا موتها. مسكته الشرطة وفضل يحكي لهم على كل حاجة حصلت بينه وبين علا. راحت الشرطة لقيت علا مرمية على الأرض في المكان اللي قال لهم عليه معتز. وقتها الناس كلها عرفت. علا أول ما سمع الكلام ده انهار وراح عند معتز إلى اسم الشرطة. معتز أول ما شاف عمه قال له أنا غسلت عاري يا عمي. وفضل عمه يعيط ويقول له أنت مالكش ذنب يا معتز. وقتها معتز قتل الضحية علا وساب حسين. معتز ظلم نفسه في حاجات ما عملهاش وما قدرش يسكت على اللي عملته علا وما سطرش عليها. المهم حكمت المحكمة على معتز بالإعدام واتشنق معتز وعلا ماتت. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة.